كان عندك كام سنة لما عرفت انك ينفع تشغل الذكاء الاصطناعي كوبايلوت على الواتساب؟ تعال اقولك ازاي. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو النهاردة جايب لك طريقة جامدة جدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي كوبايلوت من خلال الواتساب بتاعك، من غير ما تثبت برامج خارجية، من غير ما تستخدم المتصفح بتاعك. كل اللي عليك ببساطة انك هتكتب اللي انت عايزه في شات واتساب، وهيبدأ ان هو يرد عليك من خلال المتصفح الخاص بيك على الاندرويد او الايفون. هتدخل على بحث جوجل وهتبدأ تكتب كوبايلوت واتساب، هتبدأ تضغط بحث، تظهر معاك نتائج البحث بالشكل ده. هتدخل على أول نتيجة تظهر لك. بمجرد ما بتدخل للواجهة دي بيبدأ يعرفك على الميزة الجديدة الكوبايلوت، وإنك تقدر تستخدمه على منصات السوشيال ميديا. طبعا دلوقتي هو بيدعم الواتساب بس، لكن في المستقبل نتمنى بقى إن هو يدعم التليجرام والتطبيقات التانية، بحيث إن كل شخص يستخدمه زي ما يحب. طب يا جماعة إزاي هنربطه بالواتساب؟ بكل سهولة وبكل بساطة عندك 3 طرق مختلفة. الطريقة الأولى انك تمسح الباركود ده من خلال تطبيق الواتساب الخاص بيك، والطريقه التانية انك تضغط على اللينك المباشر ده علشان يوجهك للشات على الواتساب، والطريقه التالتة انك تحفظ الرقم ده على جهات الاتصال الخاصه بيك في الموبايل، وتبدا تدخل على الواتساب وتبدا تتشات بشكل طبيعي. وزي ما انت شايف هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا هتبدا تكتب المحادثه بتاعتك بشكل طبيعي. بمجرد ما بتكتب له اول رساله بيبدا يبعت لك رساله خاصه بسياسات الخصوصيه والامان الخاصه بالذكاء الاصطناعي كوبايلوت. طبعا هنبدا نضغط على اكسبت اللي هتظهر لنا في الاسفل بالشكل ده. هنبدا دلوقتي نتشات معاه بشكل طبيعي. طبعا في نقطه مهمه جدا جدا، وهي حذف سجل المحادثه. فبكل سهوله في التدوينه بتاعتهم كل اللي عليك بيقول لك انك لازم تبعت له الرساله دي delete chat history، وبيقول لك انك بمجرد ما بتبعتها له بيبدأ ان هو يحذف الشات بالكامل. وطبعا عايز اقول لك العيب الوحيد في الاداء من خلال الواتساب انك ما تعرفش هو بيحمل ولا لا، بيكتب ولا لا، ده العيب الوحيد. لكن طبعا انت بمجرد ما تكتب رساله بتنتظر بتظهر لك الاجابه مره واحده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك جديدنا اول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.